الفيديو اللي هنشوفه مع بعض من أصعب الفيديوهات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. كتير حذرنا الناس إن بلاش تنزلوا صور حياتكم الشخصية أو تنزلوا صور أولادكم، ولكن للأسف محدش بيتعلم إلا قبل فوات الأوان. الفيديو اللي هنشوفه مع بعض ده لأم كانت دايما بتنزل ابنها على الفيس وبتعرض للناس ذكائه وشطارته وانتباهه الشديد، ولكن فجأة الولد تحول حاله واتقلب من حال لحال، والعين جاتله في عقله وفكره وفهمه، والولد اتقلب من بعد ما كان ما شاء الله عليه إلى أن توفاه الله. مش كل اللي هيشوف صور ابنك وفيديوهاته هيقول ما شاء الله تبارك الله. العين حق. بالله عليكم اعرفوا كلام النبي قبل فوات الأوان. نشوف الفيديو مع بعض وعلق عليه في الآخر. I am not healthy because my dad say you are not healthy and I like this one. شايفين الولد ما شاء الله امه بتعرضه وهو بيتكلم كويس. شوفوا بعد كده تحول وبقى عامل ازاي. شايفينه وهو في المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين نوبة الصرع. ده في المستشفى قبل ما يموت. حالته بدأت تتدهور زي ما انتم شايفين، وده آخر فيديو ليه قبل ما يتوفى وينتقل إلى رحمة الله. بالله عليكم حافظوا على أولادكم. أولادنا أمانة في إيدينا، بلاش نضيعهم ونرميهم في التهلكة وننزل صورهم ونقول عادي وبنفتخر بيهم. قسما بالله أغلب الفيديوهات اللي بنزلها والقصص اللي بسمعها بتكون لناس كانوا بيعرضوا صور أولادهم وبناتهم على الفيس واتقلب حياتهم من حال لحال. أشهرهم الفيديو اللي نزلته على خبايا العالم الخفي، اللي أغلب المشاهير والبلوجر كانوا بيحصل لهم كوارث ومصايب، وكنت جايب في الفيديو ده إن أي أولاد كانوا بيطلعوا من الأوائل كان بيحصل لهم كوارث بعديها إلا من رحم ربي. حافظوا على أولادكم. العين حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. في حديث مرعب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا ان العين فعلا ممكن تصيب الانسان بالمرض حتى الموت. روى ابن حبان في صحيحه عن قصة سهل بن حنيف كان بيغتسل ذات يوم فرآه عامر بن ربيعة، وكان سهل بن حنيف ابيضا، كان جسمه ابيض جدا. فسهل بن حنيف لما شافه بالبياض ده والبشرة الجميلة فقال قولته المشهورة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني الجسم الابيض اللي انا شفته كأنه جسم فتاة جميلة جدا لسه عذراء. فمرض عامر بن ربيعة واشتد مرضه، فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم ليخبروه ما حدث. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل احدكم اخاه الا بركت وقلتش ما شاء الله تبارك الله. فامر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن حنيف ليتوضأ ليغتسل به عامر بن ربيعة. ان العين حق ومدمرة وتقتل يا جماعة، بلاش تستهونوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو قلت أن شيء يسبق القدر، قدرك اللي مكتوب هتموت يوم ايه وهتمرض الساعة كام، لو قلت أن شيء يسبق القدر لقلت أن العين سبقت القدر. العين حق وتدمر. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا من العين، وأنزل الله عز وجل المعوذتين، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بهما. ربنا ينجينا ويعافينا من العين والحسد
الحاسدين والحاقدين. مش كل اللي بيشوفوا حياتكم ناس بتحب لكم الخير، في كتير مستكتر النعمة عليك وبيتمنى زوال نعمتك. حافظوا على حياتكم وعلى أولادكم، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. يكفي القرآن الذي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بالله عليكم خلوا بالكم على حياتكم وما تحكوش لحد على أسراركم. العين حق واحذروا قبل فوات الأوان. شاركوا الفيديو ده، خليه يوصل لأكبر نطاق، الناس تاخد بالها وتحذف صور أولادهم من الفيس ويخلوا بالهم عليهم. ربنا يحفظهم لنا ويربيهم لنا، اللهم آمين. أنا أحمد جبر ودي خبايا العالم الخفي. سلام.